سيبك من الهزيمه وسيبك ان الاهلي اتهزم النهارده 1-0 من صن داونز. انا عايز اتكلم بس على قفشه وطاهر والحكم اللي هو لاين زمان بتاع الرايه اللي هو كان واقف في الشوط الثاني يمه الاهلي. عايز اتكلم على قفشه. وقفشه المشكله عنده ان هو راجل منزله عشان ينقل اللعب بسرعه في الهجمات المرتده او في الهجمات المعاكسه. السؤال بيقول علل مين؟ علل. لا، قفشه بيعمل ايه؟ بياخد الكرة وبيلف بيها ويبتدي يفكر ويقعد يقزقز ليه. ايه؟ Top. Buraya bak. Ben koşun demedim mi lan? وبعد كده يباص الكوره. هل انت يا قفشه نازل عشان تعمل كده؟ انا ما اعرفش. وهل كولر ما عندوش حد بره ان هو ينزل مكانه؟ كان في كوكا. ده كوكا بيتهيألي لو نزل كان مسك الكوره ولعبها بسرعه، انما كل ما بتاخد الكوره عايز تاخر اللعب وتعطل اللعب. انت مش نازل عشان تستحوذ من الاخر كده في الوقت ده او تمسك الكوره شويه. انت في هجمات كان رضا سليم بيجري وتاو بيجري، كان لازم تلعب عليهم. النقطه الثانيه طاهر محمد طاهر نازل عشان يباصي للاعيبتنا او يعمل هجمات معاكسه او يعمل هجمات مرتده او يعمل اي حاجه في الكوره. مش نازل عشان تباصي للاعيب الاصفر. يا نهار اسود. يا نهار ابيض يا جدعان. المشكله ان هو بيباصي للاعيب الاصفر اللي لابس اصفر، يعني سايب اللعيب بيخترق من العمق بتاعنا قفشه وبيباصي للاعيب الاصفر. انا قاعد هتجنن من طاهر محمد طاهر. النقطة الثالثة اللي هو الحكم المساعد بتاع الراية اللي هو عامل زي حكم اللي هو بتاع ابو العربي. فاكرين انتوا حكم ابو العربي؟ ابو العربي مهجع على التليفون. يا سيد يا جوني. هو نفس الحكم بتاع ابو العربي، كل شويه تيت يروح رافع الرايه سواء اوف سايد او مش اوف سايد. وللاسف في الاخر ما رفعش الرايه ان هو يحسب ضربه جزاء اللي هي بتاعه تاو. سيبك من اي حاجه كمان. المباراه كلها اصلا بشكلها بوضعها كان لازم الاهلي يلعب كده، بس فكره ان انت تلعب على الدفاع بس دي كانت مشكله كبيره. وحتى لما بدات ان انت تهاجم دي مشكله اكبر لانك انت بتفضي مساحات. يبقى انت كان لازم تعمل توازن. غير كده ان مروان عطيه انت اخطات في العمق. وانا اتكلمت على التسديد امبارح في المراجعه النهائيه وبقول لك يكون في تضييق مساحات من الاهلي. طيب الحل ايه؟ هو دايما بيجي لك من العمق، وان تاتش، كره سريعه، الحاجات دي. التسديد طبعا احنا عارفينه على الشناوي لان هو عملها قبل كده، فاكيد هو عارف ان الشناوي هيخطأ في المكان ده. وبقول لك لحد الان مشكلتنا في التسديد، وقلت الكلام ده امبارح وهقوله على طول، ان انت هم بيخترقوا من عمق. حتى شفت حتى في الرفعات ما بيرفعوش من على الجناب اكتر، هم بيرفعوا من العمق نفسه بين هاني وبين رامي ربيعه. ودي كانت نقطة الضعف عندنا. ودايما كان في الشوط الأول كان عندنا مشكلة في الجبهة اليمنى اللي هي عند هاني، لأن تاو ما بيرجعش وكان في زيادة عددية. طبعا كان ميكسين ده واللي هو بطويلة والشلة بتاعتهم ديت وأسامي عامل زي رافائيلو ودوناتيلو ومايكلانجلو، كلهم كده تحس ان هم عيال كده ايه، ما تعرفش ده بيلعب فين ولا ده بيلعب فين ولا ده بيتحرك ازاي ولا ده بيتحرك ازاي. لعيبه انت مش ما تعرفش تمسكهم من الاخر كده. فكان لازم ان انت تلعب بالطريقه دي. بس فكره ان انت لا ما قدرتش ان انت تستحوذ او تقدر تهاجم دي كانت مشكله كبيره جدا. وعلى فكره انت مش معنى كده ان انت طلعت بنتيجه كويسه، بالعكس فريق سان داونز فريق كبير جدا خارج ارضه وداخل ارضه. يعني من الاخر كده انت لازم تخلي بالك من المباراه اللي هنا، لازم تخلي بالك كويس جدا لان هم كويسين جدا في الاستحواذ، في الهجمات المرتده، في الهجمات المعاكسه، كل حاجه هم كويسين فيها. يا راجل الناس دي بتلعب اللي هو الظهير بيدخل للعمق والراس الحربه بيروح ظهير والخط الوسط بيروح راس حربه. ما تعرفش هم بيلعبوا فين اصلا. انت لعبت كويس جدا اللي هو تدين المساحه، ولعبت في 20 متر بالظبط، ولعبت دفاع متوسط. ووقت ما هم كانوا بيضغطوا كنت انت بتضغط ضغط حاد وقت في حته معينه عندك اللي هي قدام منطقه الجزاء في الشوط الاول. انت في الشوط الثاني بقى للاسف ما عملتش كده، بدات تستحوذ في اول 5 دقائق وده اللي جه منه الهدف. انا عاوز اتكلم على 3 لعيبه في المباراه، مش عايز اتكلم دلوقتي بس انا هقول دلوقتي رامي ربيعه اللي دايما بينجم المهاجمين اللي بتلعب عليه، واتكلم على محمد الشناوي اللي برضه رابع مره او خامس مره التسديد من خارج المنطقه وبتيجي جون فيه. وعايز اتكلم على محمد مجدي قفشه برضه اللي هو دايما بيعطل اللعب. ومشكله والآفه اللي فيه اللي هو بيعطل اللعب وكانه بيلعب لوحده في الملعب وبيرجع وبيلف بالكوره. اتمنى الاهلي يقدر يعمل حاجه في مباراه العوده في قدام سان داونز، لان المباراه هتكون صعبه جدا في المباراه اللي هتكون على ارض ملعبنا هنا، لان سان داونز ما بتعرفش ليه مالكه من الاخر كده زي ما بيقولوا بالبلدي عندنا. ومش هتعرف تمسك لعيبه بتاعته، مش هتعرف هل هو هيدافع ولا هيهاجم. هو بيقدر يلعب في كلا الحالات. فشيء طبيعي ان انت لازم تخلي بالك كويس جدا ككولر، وبالذات في الدفاع بتاعنا اللي دايما بيخترقوه من العمق، ودي مشكله كبيره عندنا. كل التمنيات للاهلي باذن الله بالتوفيق في مباراه العوده، واشكركم والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في ال90.